معناها تجاه بلاده، تجاه الوطن نتاعو باش يقوم بواجبه. لكن بدايه الشغل هو لازم تحط المكتب نتاع الجامعه. نعم. لازم يتحط المكتب نتاع الجامعه، وان شاء الله يفرز اهم اطراف، لانه الكره ما هي 11 لاعب بس، مش 11 لاعب كهو. نعم. الكره هي اطار اداري، تسيير اداري، تنظيم اداري، باش تحط الثقه، اختيار نتاع اطار فني كفء، خاصه اداره فنيه غايبه على المستوى المغربي، غايبه. الاطار الفني المغربي غايب حتى في البطولات، ما تشوفوش في الخليج، ما تشوفوش في نعم. تونس، ما تشوفوش في الجزائر. لكن البدايه هو تحط الناس المسيرين الاكفاء اللي باش يعطيوا انطلاقه، وخاصه في بطوله افريقيه تتنظم في المغرب. نعم. لازم تكون بدا التنظيم نتاعها خلاص. اول ما تحط الاطار المنتخب بتاع الاداره، وقتها باش تختار المنتخب ويكون عنده مشروع نتاع لعب، لانه ما هي المشكله في اللاعبين المغاربه. نعم. الامكانيات موجوده. نعم. واعتقد انه حتى يعني يمكن حتى من خلال الطريقه ديال اللعيب لاحظنا يعني هدف ديال المنتخب الوطني، الهدف ديال المنتخب الغابوني، ولو ان يمكن المنتخب المغربي يعني لاحظنا بانه اكيد بانه غياب ديال الانسجام، لانه حتى اللاعبين يعني ما كيلتقيوش كثير، وبالتالي نتمنوا بانه كما قال حسن بن عبيشه غادي يكون هناك تجمع يعني اللي نتمنوا انه يخلق هذا الانسجام ويرد الروح للمنتخب الوطني المغربي. والاخ هشام، الا بغيتي تخلق انسجام بالمنتر بوسات، لازم اللاعبين يكونوا قراب لبعضياتهم، يلعبوا بعضياتهم، يلعبوا مباريات وديه كثيره. هذا باش كيتخلق الانسجام، كيكون واحد التفاهم اللي كيعطيه منتخب قوي. هذا الشيء غايب علينا حاليا، فما يمكنش حسن في ظرف يوم يمكن طريقه نعم. اللاعب ديالو غيهضموا هاد اللاعبين. كاينه فرديات، لان المباراه كانت كلها غير فرديات، ما كانش بعمل جماعي. هذا هو اللي ما شفناش مباراه كبيره من جانب المنتخب ديالنا. اما المنتخب الكابون كان في الميدان احسن منا. نعم. المهم كنظن لابد من نستافدوا مستقبلا من هذه الاخطاء، وكيف قال السي العجلاني لازم نرتبوا البيت الجامعي، ومن بعده نسطروا برامج، لان الشعب المغربي يتوق التتويجات والبوديوم، ولازم علينا نودوا نشتغلوا بكل جديه. نعم. وكل لان من المقومات الاخ هشام باش نوصلوا للمراتب العليا لازم غير اضافه الجهود والعمل بكل مسؤوليه. نعم. غادي نفتحوا الان الملف الخاص بالكؤوس الافريقيه. في دوري ابطال افريقيا فريق الرجاء البيضاوي يخرج من الدور الاول على يد حوريه كوناكري الغيني بعد الهزيمه ديالو في يعني المباراه ديال الذهاب 1-0. تقدم بهدف لا شيء، ولكن ضربه الجزاء الترجيحيه رجحت كفه حوريه كوناكري. في الاتحاد الافريقي المغرب الفاسي فوز يعني لم يكن ليؤهل فريق المغرب الفاسي للدور المقبل امام فريق ميدياما الغاني بهدف واحد. والدفاع الحسن جدي يزكي انتصار ديالو خارج الميدان امام فريق الغامبي ب4 أهداف لا شيء. يعني مصطفى كيفاش شتي يعني الخروج ديال الرجاء؟ اكيد غنرجعوا ليه التاهل ديال الدفاع الحسن جدي والهزيمه والخروج ديال المغرب الفاسي. واولا هنيئا للدفاع الحسن جدي بالتاهل ديالو، نتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه في لاكاف. ونادي ديال المغرب الفاسي فالازمه اللي عاشها هذا الموسم فكان منتظر الخروج ديالو، انه غيبغي يركز على الدوري باش يامن البقاء ديالو. من جانب الخروج ديالنا صراحه مفاجئ، لان ما كناش كنتظروا الخروج ديالنا صراحه. قلقنا الجمهور ديالنا اللي كنعتذر ليه انا كشخصيا، لان طموحاتنا والهدف ديالنا هو نمشيو بعيد. نعم. هذاك من بعد يمكن نتكلم. اكيد غنرجعوا للمباراه، غادي غنمشيو نتابعوا يعني المباراه اللي كانت كبيره بين الرجاء البيضاوي وحوريه كوناكري الغيني. ازيد من 25,000 متفرج كانت حاضره بالمركب الرياضي محمد الخميس. ضربات الجزاء الترجيحيه كفت يعني رجحت كفه فريق حوريه كوناكري الذي يتاهل للدور المقبل. المتابعه لعبد المجيد بالكابوس. لإياب دور 32 من عصبة الأبطال الإفريقية احتاج فريق الرجاء البيضاوي إلى كامل الدعم والمساندة من طرف الجماهير لتجاوز حاجز اسمه حورية كوناكري الغيني. من جانبها السلطات الأمنية لمدينة الدار البيضاء جندت كل العناصر لتنظيم المباراة. الجميع يدرك أن الضغط الجماهيري سيكون كبيرا، لذلك فالحرص والحيطة أمران ضروريان لإنجاح الحدث الرياضي. انطلقت المباراة وكانت أطوارها لصالح أصدقاء محسن متولي. مد هجومي دشنه المتألق عبد الكبير الوادي، والذي أرسل إشارات التهديد في وقت مبكر، لكنه ما لبث أن غادر المباراة بعد إصابة حمل على إثرها إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج. البديل كان محسن ياجور. استؤنفت المباراة واستؤنف مع حوار سيطول
بين هجوم الرجاء ودفاع حورية كوناكري. قبل انطلاق الشوط الثاني حضرت بعض الطقوس الغريبة كما نشاهد الآن. نواصل المباراة ونواصل معها المحاولات التي أهدر خلالها لاعب الرجاء إدراك التعادل في العديد من الفترات. محسن ياجور كان وراء إحداها. بعد ياجور جاء الدور على ياسين الصالحي الذي كان أمام المرمى وأخفق في التهديف. بعده كان حمزة برزوق في وضع ملائم لإدراك التعادل، لكن محاولته طالها الفشل. توالى إهدار الفرص من طرف خط هجوم الفريق الأخضر، وبدأت المباراة تطوي أنفاسها استعدادا لإسدال الستار إلى حدود الدقيقة 86 عندما نجح محسن ياجور من فك العقدة وإعادة البهجة إلى المدرجات. بعد هدف التعادل أحس فريق حورية كوناكري أن الخطر قريب جدا، فلجأ لاعبوه إلى وسيلة لربح الوقت وإخراج المباراة بنتيجة التعادل، فكان له ما أراد. هدف في الذهاب للفريق الغيني وآخر في الإياب لصالح الرجاء البيضاوي، يعني أن الفيصل هي الضربات الترجيحية. الأخيرة أدارت وجهها لأصدقاء محسن ياجور ومنحت بطاقة التأهل إلى فريق حورية كوناكري، تأهل يساوي الشيء الكثير من عقر دار الرجاء العالمي. هذا الإقصاء أكيد بأنه مر، لكن نتمنى نستخلصوا منه الدروس ونجتهدوا أكثر باش نصحوا المسار ديالنا في البطولة وباش نستافدوا من المؤجلات اللي تنتظرنا. واجهنا فريقا قويا للرجاء ضغط بقوة وأراد العودة في النتيجة، لكنه سقط أمام فريق منظم لحورية كوناكري الذي عرف كيف يخرج المباراة بأمان. بعد ذلك جاءت الضربات الترجيحية وكان التفوق لصالحنا. بهذا الجمهور الرائع والأداء الجيد فإن المغرب يتوفر على كرة قدم رائعة. خروج الرجاء البيضاوي من دور 32 لعصبة الأبطال الإفريقية يطرح أكثر من علامة استفهام، سيما بعد الإنجاز العالمي في مونديال الأندية الأخير. يعني يمكن اللقطه ديال فوزي بنزرتي يعني كتفسر بزاف ديال الاشارات. يعني اعتقد انه الرجاء الهزيمه ديالو بالذهاب 1-0 كانت هزيمه صغيره خصوصا امام الجمهور، كان بامكان الرجاء بالتجربه ديالو. لاحظنا منه الخبر السعيد ديال محسن ياجور كان حتى ال5 دقائق الاخيره، ولكن يمكن الضربات الترجيحيه رجحت كفه ديال الغينيين وبالتالي اخراج بطل وصيف بطل العالم. وكنظن كره القدم فيها مفاجات، وعشنا مفاجاه بالامس لان كان ما كانش منتظر باش فرق الرجاء يخرج. يمكن مباراه تضيع الفرص. بالفعل كنظن لازم نشكروا اللاعبين على الاداء الراقي اللي داروا، وخلال المتابعه ديالنا شفنا الكم الهائل ديال الفرص اللي كانت سانحه الشيل. كنظن لغياب التركيز او التسرع ما استطعتناش تكون في المرمى. لو استغلينا غير 31% من هذه الفرص كانت النتيجه تكون ثقيله ويكون التاهل مريح. نعم. على كل حال فريق الرجاء ادى بشكل جيد هذه المباراه، وكانت الاتجاه واحد هو اتجاه مرمى فريق ديال حوريه كوناكري، وكتبقى الكره القدميه هذه. نعم. لازم على الجماهير ديالنا، انا كشخصيا كنقولها لهم انا لازم نتقبلوا الاقصاء، لان نعم. فريق الرجاء ياما افرح جماهيره وعاش معهم العالميه. نعم. فلازم هذه اللحظه نعم. نعم. اللحظه اللي محتاجين ليه جسادنا ويتقبل ان فريق الرجاء غادي يبقى دائما كبير. نعم. يعني سي عبد العجلاني لما كنتابعوا هذه الصور ديال الجمهور ديال فريق الرجاء، الجمهور المغربي اللي حضر لمسانده الفريق، يعني لما الجمهور كيحس بانه الفريق يعني يحتاج الدعم، يحتاج التشجيع، يحتاج التحفيز كيكون حاضر، يعني يمكن النتيجه كانت يعني غير منصفه لهذه الجماهير، ولكن اعتقد انه يمكن الكره الافريقيه عندها ما عندها كما كنقولوا. بالنسبه للجماهير معناها الجماهير اللي عاشوا بطوله العالم للانديه عاشوا وصار الحلم كبير وصار الفريق كبير، ما بقاوش كيرضاو بالخروج او بالاقصاء او بالهزيمه. خلاص معناها الطموح صار كبير، لازم يتفوق الرجاء في المقابلات الكل، ولازم كذا كبر الضغط، كبر الطموحات، الهزيمه كبيره معناها في حق الرجاء، معناها بين ذنب بالرغم اللي جات الفرصه مرتين في ضربات الجزاء معناها باش بور اسوري يضيعوا حوريه كوناكري
وزيد الرجاء على طول بعده يضيع معناها يفو اسيوري في ضربات الجزاء. لكن هذه احكام الكره وهذه الرياضه اللي الواحد يجتهد باش يعاود يخدم اكثر، وهذه الرياضه. نعم، اكيد هناك بصيص من الامل غادي نتحدثوا عليه حول الاعتراض التقني اللي قدمه فريق الرجاء البيضاوي، اللي بامكانه انه لما لا يعيد فريق الرجاء البيضاوي الى المنافسه. ولكن قبل ذلك يعني مصطفى الشادي، انت يعني سافرتي جلتي مع فريق الرجاء، غادي نتابعوا بعض الصور اللي هي الطقوس يعني الشعوذه التي كانت حاضره في المباراه. اكيد يعني اشياء غريبه اللي غادي يقوم بها الحارس ديال المرمى ديال فريق حوريه كوناكري، الحارس كامارا. غادي نتابعوا اكيد الصور، يعني غادي يرمي باشياء في المرمى. يعني كيفاش نفسروا هذه الاشياء يعني مصطفى الشادي، وانتم اللي كنتوا قراب من هذه الاشياء؟ الطقوس الافريقيه لان عشناهم مرارا وتكرارا، لا مع الرجاء لا مع لحظه كياخذ وقته مع المنتخب المغربي. فهذه الطقوس كيامنوا بها، وكنظن هذا الشيء لا يجدينا فعلا، لان الفرص اللي لو كان غير فيها كان التركيز كانت تكون اهداف عديده. وهذه الاشياء ما كنظنش ان اللي كيعمل هذه الاشياء راه يمكن هي جانب نفساني كيبغي يلعب على الخصم، نعم، لا اقل ولا اكثر. واكيد بانه يعني لا يفلح يعني الساحر حيث اتى، صدق الله العظيم. اعتقد بانه هذه اشياء نتابعها يعني في المباريات، خصوصا اعتقد هي لاصقه بالطقوس الافريقيه. الطقوس، لا الطقوس الافريقيه هذه موجوده، لكن شفنا الحركه اللي قلت لك قبل شويه في تراباتوني في كاس العالم.